هي لحظات قبل وفاة صاحب الروح المرحة، لقطات صورها أبو حصة، ولم يكن يعلم أنها آخر اللحظات السعيدة. تشاهدون تشييع جثمان أبو مردع وسط حضور كبير من أهله وأصدقائه ومحبيه، في أجواء مليئة بالحزن والدعاء. رافقه المشيعون إلى مثواه الأخير، وارتفعت أصوات الدعوات له بالرحمة والمغفرة. الله يجعله في الجنة. والله اللي راح أبو مردع، والله اللي راح عبد الله، الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب، إن الله يرحمه، إن الله يرحمه ويرحم أمه معه. الله يجعله في الجنة. والله أنا يدق علي في كل ثانية يا ولد، والله ما قد حس خاطري بنكتب إن الله يا ربي يرحمه ويرحمه في الجنة. وأي أحد يبغى مني شيء تراني أنا موجود، واللي به منكم انكم تبيحون منه وتسامحونه. وش اللي جاء من ذاك الرجال؟ انكم ما جاء من شيء، ولكن ودكم في كل كبيره وصغيره انكم تبيحون منه وتسامحونه في كل شيء. ان الله يجعله في الجنه ويشفي اخوياه ابو حصه ودخيل القحطاني، ان الله يا ربي يشفيهم اليوم. ولكن عندي نقطه ودي اوضحها. الرجال اللي حضر الحادث واللي ماسك الجوال ومصور ابو مرداع ومصور ابو حصه والرجال ينزفون في دمهم وينزل المقاطع في تويتر، اللي بقوله حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، يلي ما ادري وش اللي في دمك ولا ادري وش اللي في الشعور والاحساس اللي انت قاعد تعيشه. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، والله ثم الله ان الدنيا تدور وبتشوف من يجي يصورك وانت طايح. انت تدري ان عند الرجال اهل، وتدري عنده ناس، وتدري ان عنده ذا، راح نصورهم طول العمر في حادث والرجال ينزفون، لا انت باللي وقفت ولا انت باللي كفيتهم جوالك. حسبي الله عليك اذا انت قاعد تشوفني، حسبي الله عليك. اتمنى لكل واحد صور الرجال وهو ينزف انه يحذف المقطع، اتمنى. فانا طالبكم طالبكم طالبكم، تراكم وجعتوا قلوبنا ولعبتوا فينا، والله العظيم، والله العظيم ابوه تعبان وهله ما لها داعي يناظرون ذا المنظر اللي انت قاعد تصوره. الله يلعن ابو المشاهدات ويلعن ابو اللي انت قاعد تسويه.